السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون كريمة الزبدة الصيفية على الطريقة الأصلية، راح تجي ذوق ولا أروع، طريقة سهلة وكيفيات بسيطة. عندنا سكر 350 غرام سكر، سكر عادي بالكيف. عندنا كاس، والكاس الثاني كاس غير ربع ماشي كامل. نضيفوا له كاس غير ربع ماء عادي من الحنفية. نخلطوا المكونات ونحطوهم على النار يغلي مدة ربع ساعة حتى يعقد معانا شوي الخليط. في هذا الوقت نحضروا المكونات الثانية. عندنا في البيتران ولا في باتر اللي عندكم، عندنا 3 حبات بيض كاملة بدرجة حرارة الغرفة. نضيفوا لها رشة الملح ونطلعوها مليح بالباتر ولا بالبيتران حتى يضاعف الحجم تاعها، يتكاثف ويتغير اللون تاعها للأبيض. راح تجي ذوق ولا أروع. لا طعم البيض ولا طعم، ما تكونش فيها طعم البيض. تكون هايلة طعمها، أحسن من كريمة الزبدة المعروفة اللي تكون مقدار الزبدة بمقدار سكر ولا مقدار زبدة بمقدار فوندون. هذه راح تجي هايلة. طلعون الخطرة الأولى بالسرعة الأولى ومن بعد نضاعفوا السرعة حتى يتكاثف معنا الخليط يوصل للدرجة اللي نحتاجوه كما راكم تشوفوا هكا. في هذا الوقت راح نضيفوا السيرو تاعنا يكون عقد شويه، غلا مده ربع ساعه كما راكم تشوفوا فيه هكا. هذا هو يوصل لهذه الدرجه. نضيفوه على شكل خيط. انا هنا تقطع لي التصوير ما يكونش نصور، مي ضفته على شكل خيط. نضيفوه كامل على شكل خيط حتى نكملوا الكميه كامله. والبيتران هكا يدور، ما نحبسوش البيتران. بعد ما نكملوه كامل نخليو البيتران يدور حتى يبرد معانا الخليط. تقيسوا لاكيف تحت تلقاوها بارده ولا دافي تقريب البارد. ما نضيفوش الزبده والخليط سخون. في هذا الوقت كي يبرد لي شويه الخليط نضيفوا لافاني، نضيفوا كميه مليحه تاع لافاني ونضيفوا كريمه ونضيفوا الزبده. انا استعملت زبده اوبلين 500 غرام زبده. نضيفوها بالقطع، ما نضيفوهاش هكا كتله وحده. نقطعوها قطع ونضيفوها. عندنا 500 غرام زبده. في كريمه الزبده الصيفيه نزيدوا كميه الزبده باه تكون عندنا ثقيله وما تطيحش في ساعه في فصل الصيف في الحال سخون. كما كنتم تشوفوا نضيفوها قطع هكا ونطلعوها بالباتر حتى تكاثف وتشكل لنا كريمه الزبده. ذوقها ولا اروع. جات ذوق شونتيي، تقولي شونتيي تاكلي فيها ماشي كريمه الزبده. كما راكم تشوفوا السرعه قويه. ضاعفوا السرعه اقصى درجه وخليوها تطلع مليح. هاي اصبحت هنا جاهزه. قوامها هايل وبنتها ولا اروع. حطوها في بورتمونجي، نحطوها نغلقوها مليح. تحطوها في الثلاجه مده الصلاحيه حتى 10 ايام في الثلاجه. 10 ايام 12 يوم في الثلاجه ما يصرى لها والو. جربوها ما كنتش راح تندموا. ذوق ولا اروع. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.